ناخد فري ولا ما ناخدش فري؟ الحقيقه ان الحالات بتاعتي بعد ما بتتابع معايا لفتره طويله الفري بالنسبه لهم بيبقى غير مرغوب فيه، لاننا طول الوقت بناكل كل الاكلات اللي احنا بناكلها في كل المطاعم بس من ضمن البلان بتاعتنا، وهو ده الهدف، ان احنا نغير لايف ستايل بتاعنا لاقرب حاجه لطريقه حياتنا والطريقه اللي احنا بنحبها. مش هينفع ان احنا نقضي حياتنا كلها اكل مسلوق واكل ملوش طعم، لا طبعا لازم طول الوقت نغير في وصفاتنا، والوصفه دي من اجمل وصفات الفراخ اللي ممكن تاكلوها، وبتاكلوها في اغلى المطاعم بارقام غاليه جدا، وطريقتها بسيطه جدا وما خدتش مني اكتر من 10 دقايق في تحضيرها. كل اللي احنا محتاجينه صدور فراخ نقسمها نصين ونحشيها من النص بالخلطه اللي احنا حضرناها مع بعض دلوقتي، وهسيبها لكم بالتفصيل تحت في الكابشن، وهشوحها على الجريل. مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. وصفه لذيذه جدا وطعمها مختلف عن كل وصفات الفراخ اللي احنا متعودين عليها في الدايت، وكمان ممكن نقدمها مع ذرة حلوة بطريقتنا اللي احنا متعودين عليها في ستاند اب هيلثي، طعمها يامي جدا. وممكن كمان ناخدها مع مكرونة، مفيش اي مشكلة، وطبق سلطة، وبالهنا والشفا.